السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا قاع بخير وعلى خير. اليوم راح نديروا مع بعض وصفتين بلوبيا مشطو. تبعوا الوصفات الأخير وإن شاء الله راح تستفادوا حبيباتي. عندي لوبيا مشطو هنا، غسلتها ونقيتها. كما راكم تشوفوا راح نديرها تكسكاس تفور، درت لها شوية ملح ونديها تفور. عندي زوج حبات متوسطين هنايا تاع بصل، راح نقطعهم شرائح كما راكم تشوفوا هكا، شرائح رقاق بهذه الطريقة. نكمل البصل تاعي وندير مقلة تسخن. عفوا، هنا درت المقلة تاعي تسخن، درت فيها مغرف كبيرة تاع زبدة وندير معاها واحد حوالي 3 مغارف تاع زيت هكذا. خليهم يسخنوا شوية باش نجي ندير البصل. هذه الوصفة توالم في الصيف بزاف، تجي خفيفة ومليحة وانايا نموت على هذه الوصفة. هكذا نحمس البصل تاعي كما راكم تشوفوا حتى يدبل شوية. راح ندير زوج سنة تاع توم هكذا. تجيكم البنات خفيفة ما شاء الله، ويعني ما تطلبش وقت يعني كبير، ولا تمتم في وقفة وراح تديروها. راح ندير شوية فلفل كحل هكذا كما راكم تشوفوا، وشوية تاع ملح. الملح ما نكثروش بزاف البنات لخاطرش ديجا لوبيا مشطورة درنا لها الملح، يعني حاولوا انكم تنقصوا شوية باش تحصلوا على نتيجة مليحة. نخلوه يدبل هذاك البصل. هنايا المشطو تاعي راهو طاب هكا، درتو غير على البخار هكا. انا درت كميه قلال البنات باش هكا برك نوريلكم الطريقه. يعني درت كميه قليله. درت هذاك الماشطو راح لي المقطع كي عدت ندير فيه. المهم هنا درت هذاك الماشطو قسمته على زوج، خليت شويه هنا باش نوريكم الوصفه الثانيه. نخليه يتحمس هذاك الماشطو مع البصل، يتحمسوا مليح على نار قليله، ما تزيدوش للنار. هنا البنات كان عندي شويه سكالوب انايا، تحبوا ديروا صدر تاع دجاج، شويه صدر تاع دجاج ولا اللحم. هي هذه الوصفه تجيب اللحم تجي هايله. اغتنموا الفرصه في العيد وديروها باللحم راح تجيكم قمه في البنه. ثاني راح نقطع زوج حبات تاع بصل. هاوليك الماشطو اللي نوريكم فيه اللي خليته. يعني الا كان عندكم ماشطو خضر، انا كي غلي فورته يعني فورت على جيه. الا كان عندكم ماشطو خضر ماشي طايب يعني تقدروا ديروه بلا ما طيبوه. دوك نوريكم المرحله اللي ديروا فيها ماشطو خضر. هنا درت ثاني مغرف تاع زبده ودرت شويه زيت. بدلت لكم فقط البلاصه تاع الكسرونه باش تبان لكم بوضوح. درت هذاك سكالوب، ولا نتوما دبروا ساكم ديروا قلت لكم صدر تاع دجاج ولا اللحم. هي من الاحسن انكم ديروها باللحم، بصح كاع تجي بنانه، فهم في الدجاج تجي بنينه. نديروا هذوك القطع هكذا، خلهم يتحمسوا شويه هكذا. عفوا، كيما راكم تشوفوا يعني يتحمس غير شويه فقط، وراح نزيدوه نديروا هذوك زوج حبات تاع بصل. البصل قد ما يكون بزاف في الوصفات هذو راح يكون مليح. انا كيما راني قلت لكم درت غير كميه قلال برك باش نلحق لكم الطريقه. شوفوا هنا كيفاش نبقاو نحمسوا فيه شاك فوا نخلطوا هذاك الوصفه الاولى. هنا درت ثاني زوج سنة تاع توم لهذاك سكالوب والبصل. درت شويه فلفل الكحل، وديروا العكري البنات، انا ما كانش عندي العكري، ديروا شويه عكري وشويه فقط تاع قرفه. حطيت الماشطو تاعي. شوفوا هنا البنات انا هاو طايب الماشطو. نتوما الا كان عندكم ماشطو خضر كي تحطوا البصل مازال ما حمستوش، حطوه مع البصل. ماشطو خضر ماشي طايب ديروه مع البصل وحمسوه مع بعضاهم. انا كي عاد الماشطو هنا فاير خليت البصل يتحمس مليح باش درت عليه الماشطو هذاك. هاني هذه الوصفه الاولى راني نقلب فيها، هذه صوتي. نقلبها هكا مليح تجي بنينه بنينه على حده هذه الوصفه هكذا البنات.
بالنسبة للجواز تاعي هنا نشوفوا هذاك سكالوب مع الماشطو والبصل. شوفوا ما بداو يتحمسوا مليح. دائما البنات نقصوا النار، انا ما زدت حتى قطره تاع ما، حتى مع الاخر درت شويه فقط باش نحصل على شويه لاصوص. الماشطو كي يطيب في الماء ما يجي صامت. حاولوا انكم ما ديروش كاع الماء، نقصوا فقط النار، ديروها هاك الشمعه وخليوها. انا درت شويه ملح، نقصوا لها كيس الشمعه وخلوها، راح يطيب بالبصل تاعو يجي بنه على بنه هكذا. هنا راح نوجد البيض تاعي، درت 2 حبيبات تاع بيض. وانت نتوما لا كنتو درتو كميه كبيره ديروا 3 حبات بيض ولا على حساب درت شويه تاع ملح، راح نخبطهم هكا شويه ونروح نديرهم للوصفه الاولى اللي درناها تاع الماشطو هذاك بالبصل. هما تحمسوا ودبالوا كاع خلاص، يعني طابوا البصل، طاب والماشطو طاب. راح نفرغ عليهم 2 حبات تاع بيض ونبدا نخلط فيهم غير بشويه. خلطها، شوفوا كيفاش راني نخلط انايا، غير شويه شويه هكذا. تحبوا ديروا هنا في هذه المرحله ديروا شويه شيدار ولا ديروا. انا الزوج تاعي ما يحبش ياكل الفرماج في الماشطو، يعني خليته له هكا، يحبوا هكا بصح يجي قمه في البنه. درت شويه تاع معدنوس ونحيها. غير يفوت يدخل البيض، يدخل الطياب، نحيها البنات هكا. نروح للماشطو هذاك الوصفه الثانيه. كي طاب لي خلاص تحمس بيان، سكرفش 2 حبات تاع طماطيش يكونوا متوسطين ودرتها. هنا عندي مغرف تاع ثاني علب طماطم تاع علب، درت لها، شوفوا درت لها 3 مغارف تاع ما، هذا ما كان. وفرغتها، خلطتها وفرغتها مع الطماطيش. شوفوا هنا الكميه تاع الماء يعني درتها، ما درت حتى ما، يعني الماشطو راه طاب في البصل هكذا. نخليهم دوكا حتى تشوفوا المرقه تاعهم تسبكت وتجمرت بيان باش نجو نحيوه. شوفوا كيفاه كي تجمر لي، شوفوا كيفاش ولا هكذا. راني قدمت لكم هكا بهذه الطريقه، هذا بسكالوب بالدجاج ولا بسكالوب. وهذه الطريقه الاولى اللي درناها مع البيض. ان شاء الله تنال اعجابكم وتنال رضاكم حبيباتي. اللي عجبتها الوصفه تكتب لي في لي كومنتير وش من الوصفه اللي فضلتها. ان شاء الله نتلاقاو في فرصه اخرى ان شاء الله. سلام.